السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم من مطبخ نورهان. ان شاء الله النهاردة نعمل كده وصفة مع بعض بسيطة وسهلة. ما تخافوش من المكونات، بس هي بسيطة ان شاء الله وتعجبكم. نشوف مع بعض بقى الحاجة بتاعتها والمقادير. نشوف مع بعض. بصوا حبايبي، دي حاجات التزويق من فوق الوش. ده زيتون اخضر على اسمر طبعا. انا بشرة هنا جزرتين، طبعا مش كل الناس بتحط الجزر، بس صدقوني بيدي طعم جميل جدا للبيتزا. وهنا فلفل مقطعاه صغير، ودي طماطم مقطعاها صغير. طبعا دي جبنة موتزاريلا، طبعا النوع اللي بيريحك انت بتجيبيه. ودي معلقتين صلصة. هقول لكم دلوقتي هنحط عليها ايه، بس انا حاطه طبعا عليها معلقة زيت زي ما انتوا شايفينها كده. انا لسه ما قلبتهاش عشان انتوا تشوفوا معلقة الزيت. وطبعا انا عملت هنا شاورمة فراخ، مرضتش اطول عليكم الفيديو. عملتها، خرطت لها بصلايه شرايح وقرن فلفل حبايه قوطه، وشوحتها كلها في بعض زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط. انا هوريكم كميه الشاورما دي هتعمل كام بيتزايه، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. نيجي بقى حبايبي للعجينه. هنا معايا نص كيلو لبن، طبعا النص كيلو مش هيتحط كله، بس هنشوف هي العجينه هتاخد قد ايه، لان طبعا بيفرق من الدقيق. طبعا هنا معايا اللي مستخبيين دول، واحد خميره، واحد باكنج باودر. طبعا دول بنفضيهم كلهم على حسب كميه الدقيق. طبعا معايا هنا بقى سر العجينه، معلقتين من السكر، دي بيخليها تحفه تحفه تحفه. طبعا بقى في حاجه تانية جميله جدا جدا مع بعض هنا كده اوريها لكم. كوبايه زبادي بلدي، دي بتدي طراوه وهشاشه كده في العجينه وتخليها لكم زي بتاعت بره بالظبط. طبعا كل الحاجات اللي انا بقولها دي مغذيه للاطفال وحاجه جميله جدا وتقوي المناعه. طبعا يعني دقيق ولبن وزبادي، دي حاجه جميله جدا. معايا ربع كوبايه زيت زي ما حضراتكم شايفينها اهيت. تمام. معايا هنا كيلو من الدقيق، طبعا انا نخلاه قبل ما اصور زي ما حضراتكم شايفين. حط عليه معلقه صغيره من الملح. تمام. معانا هنا بقى دي التوابل: بابريكا، بصل، توم باودر، معانا 7 بهارات، معانا معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون. تمام. ونسمي بقى بسم الله. هنحط هنا الاول للصلصه، انا هوريكم الصلصه بقى انا هعملها ازاي. نسمي بسم الله. نحط هنا كده نص الثوم والبصل، ماشي، نص البابريكا. لا، هنحط البابريكا كلها عشان يبقى ايه، احنا مش هنحط في العجينه بابريكا، لان انا هحط حاجات مكونات من دي في العجينه. هنا 7 بهارات، دي تحفه جدا جدا، انا هزود منها في العجينه. هوريكم حاجات جميله جدا في البيتزايه. طبعا الفلفل الاسمر كده نصه. تمام. يعني المفروض ان انا حاطه معلقه صغيره من كل التوابل دي. معلقه كمون. طبعا هنا الملح لان انا حاطه ملح هناك. طبعا انتي خلي بالك من الحدوقية لان عندك الشاورما او الحشوة اللي انتي بتحبيها. ونسمي بسم الله. تمام. على فكرة انتي مجرد ما بتحطي توابل على الصلصة بتخلي طعمها جميل جدا، ما تخافيش منها خالص ولا تتعبي نفسك في قوطة مغلية ولا اي شيء. ومعلقتين صلصة كده تحطي عليها التوابل دي ومعلقة زيت زي الفل. تمام كده حبايبي، دي بالنسبة للصلصة. نيجي هنا للعجينة. نسمي بسم الله. هنحط عليها زي ما انتم شايفين كده شوية فلفل، قصدي شوية توم باودر وبصل باودر والسبع بهارات على العجينة. على فكرة يا جماعة انا عاملاها اكتر من مرة. معايا هنا فلفل اسمر، كمون، سنة الملح التانية. تمام. مش هنحطها طبعا كلها عشان انا حاطة قبل كده. تمام كده. نحط بقى احنا معانا هنا سمي بسم الله معلقتين السكر، دول معلقتين سكر، دول يعني حاجة جميلة جدا صدقوني. طبعا هنا انا دايما بجيب الخميرة دي واثقة فيها، فانا مش هعمل لها اختبار، هحطها على طول. نسمي بسم الله. كيلو دي يا جماعة عليه كيس خميرة من دي او الخميرة اللي بتريحك، مفيش اي مشكلة. كيلو دقيق برضو يا حبايبي عليه المفروض معلقة كبيرة، بس ايه طبعا هو الكيس تمام قوي عليه.
ماشي كده تمام. طبعا يعني البيكنج باودر ده حاجه جميله جدا، ما تخافوش منها خالص. هيعلي العجينه، بس انت كل ما بتعملي السمك بتاعك اللي انت عايزاه متقلقيش منها خالص خالص. كيلو دقيق عليه كيس خميره، كيس بيكنج باودر. طبعا تبقي واثقه في الحاجات اللي انت بتستعمليها كده يا حبايبي. تمام، نبتدي بقى ان شاء الله. سمي بسم الله. اول حاجه نحطها كوبايه الزبادي زي ما انتم شايفين كده. سمي بسم الله. طبعا لو انت عندك عجان هتعملي بالعجان، حابه تعملي بايديكي. سمي بسم الله الرحمن الرحيم. حطي بقى ربع كوبايه الزيت. تمام يا حبايبي كده. نقلبهم بقى الزبادي والزيت الاول في العجينه عشان اضمن ان يكون الزبادي دوت متقلب كويس والزيت داخل جوه الدقيق. تمام حبايبي كده. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم ريحه التوابل في الدقيق مديه ريحه جميله جدا جدا. مش هتبقى مجرد عجينه وبس، لا، عجينه فيها التوابل بتاعتها. وانت كده بتاكلي البيتزايه العجينه ذات نفسها تبقى مملحه وتبقى فيها نسبه توابل وزي الفل. تمام، نبتدي بقى نحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت ممكن تعجنيها بالميه لو انت حابه، بس انا بدور على غذاء للاولاد، بعمل حاجه مغذيه، فانا بدور ان انا اكملها كلها زي بعضها كده. تمام حبايبي، دي كده اول كوبايه، طبعا على حسب المعيار بتاعك انت بتعايري بيه كده. بسم الله. نحط بقى كده. انا معايا نص كيلو من اللبن زي ما قلت لحضراتكم. احنا نشوف الدقيق ده هياخد مني قد ايه من اللبن، بس طبعا في الغالب هو نص كيلو لبن على كيلو الدقيق. طبعا يعني على حسب كل نوع الدقيق اللي انت بتستعمليه. بصوا بقى كده حبايبي، زي ما انتوا كده بقى شايفين، انا هبتدي ان انا الم العجينه واعملها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. بصوا كده حبايبي بقى، ورجعنا بعد ما خلصناها زي ما انتوا شايفين. بصوا جميله وطريه ازاي كده. بقى نسيبها ترتاح لمده نص ساعه وان شاء الله نرجع بقى نقطعها ونعملها مع بعض كده. حبايبي بقى رجعنا لكم بعد العجينه ما خمرت وارتاحت زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا ما شاء الله عليها. الله جميله ازاي، هشه وتحفه وجميله جدا. نسمي بقى بسم الله ونقطعها ونعملها كور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على حسب حجم الصينيه انا بعملها، يعني صينيه صغيره كبيره على الحسب كده. تمام، نجيب بقى صينيه نحطهم فيها. برضه لازم تبقى يعني ايه طاسه سمنه او زيت عشان ما تلزقش. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا بعملهم على 5 بيتزات كده وسط. الكيلو الدقيق عندي انا بحب اعمله على 5 عشان البيتزاية ما تبقاش تخينة. بحب اطلعها زي بتاعة المحلات بالظبط عشان الاولاد تعجبهم وتبقى جميلة جدا. طبعا بقى يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك، ويعني مش عايزه اقول لكم كل شويه كده عشان نفضل مع بعض ونبقى كويسين. تمام، متنسونيش بقى في الاعجاب والاشتراك عشان نفضل كده متواصلين مع بعض. ويا رب يكون الفيديو بتاع البيتزا ده يعجبكم. بصوا حبايبي، هي اصلا بتخمر في ايديا وانا بعملها كور، بتخمر كده في ايديا. تمام، بسم الله ما شاء الله زي الفل. تمام حبايبي، سمي بسم الله. نبتدي بقى هنا ايه، دي اول صينيه عندنا، دي اكبر واحده عندي. اخد لها الكوره الكبيره. بصوا دي من دي اخد الكوره الكبيره. نسمي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. نفردها كده. بصوا هي مش محتاجه اي شيء. بسم الله ما شاء الله. نطلع بس النشابه بتاعتنا، معلش ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي
يا رب كده لو الفيديو كده عجبكم متنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك عشان نفضل مع بعض مستمرين ان شاء الله، واعمل لكم كل حاجة على قد الايد ان شاء الله. طبعا انتوا حبايبي لو حابين تعملوا البيتزا دي حلو مش هنحط التوابل اللي احنا حاطينها عشان مفيش حد ينسى ويحط التوابل ويجي يعملها مسكر. تمام حبايبي كده نفضل بقى نفرد فيها كده. انا هحطها الناحيه دي وعدلت ايديا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها، بتفرد معايا زي الفل. خلينا بقى دي الشبه الكبيره احسن عشان هي الله اكبر عليها كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا على فكره هي بتتنفخ معايا وانا بفردها. بصوا تعمل معايا ازاي، لان طبعا ده نتيجة ان هي مرتاحة في العجين ومرتاحة في الخمر بتاعها. بصوا حبايبي طبعا التوابل دي اللي هي باينة، الفلفل الاسمر ده محبب كده جميل جدا جدا فيها زي الفل. بصوا فردت معايا وجابت بيتزاية قد ايه ما شاء الله عليها. على فكرة يا جماعة انتوا ممكن تعملوا البيتزا دي وتشيلوها في الفريزر. انا بفردها بعملها في الصينية واحط عليها على الوش الصلصة بس وادخلها الفرن تاخد نص سوا واطلعها واشيلها في اكياس نظيفة واحطها جوه الفريزر تقعد معايا. تطلعيها يا دوب بس ان انت تزوقيها بالحاجة وتدخليها الفرن مجرد 10 دقايق زي ما انا بعمل كل مرة. يعني عجين بعجين بعمل كمية كويسة، كام واحدة اسويهم واشيلهم في الفريزر عندي بينفعوني في اي وقت. بسم الله ما شاء الله عليها زي الفل، الله اكبر عليها كده جميلة جدا جدا. بس السمك بتاعها هو ده اللي انا بتكلم فيه عشان تبقى زي بتاعة المحلات بالظبط. كل ما تبقى رقيقة كل صدقوني ما تبقى احسن، لان هي بتخمر تاني وبتبقى جميلة جدا. نجيب بقى الصينية بتاعتنا نشوفها بقى كده نحطها فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا انا بحطها وبديها الفرد بتاعها على قد الصينيه. باجي بقى من عند الحروف بصوابعي كده واعمل لها زي ايه، زي وقفه علشان جبنه الموتزاريلا ما تنزلش على الصينيه وتتحرق. الحاجات اللي انا احطها ما تنزلش وتتحرق كده بطراطيف صوابعي كده واعملها كده. بصوا كده حبايبي بقى جات بسم الله ما شاء الله حجم الصينيه، يعني كاننا قايسينها بايدينا بالظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب تكون البيتزا عجباكم وتكون الطريقه سهله عليكم ومش مكلفه وعلى قد الايد. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك عشان نفضل مع بعض ونبقى حلوين. هعمل لكم كل حاجه حلوه وجميله جدا ان شاء الله وعلى قد الايد باذن الله. بصوا بقى كده تمام خالص. طبعا بجيب شوكه وبديها كده كام نغزه في النص عشان كل الحاجات اللي انا بحطها ثانيه. بسم الله كده مش كتير عشان ما تفضيش الهوا كله، حاجه بسيطه بس بحيث ان هي ما تبقاش عاليه قوي من كده. بصوا بقى نجيب الحشو بتاعنا، الحاجات اللي احنا هنحطها هنا جنبينا. كده
نبتدي بقى نحط الصلصة كده. نجيب بقى ايه فرشة اسهل واحلى. طبعا هي نور اهي. بصوا بقى كده اهو الفرشة كده. بقى حطينا الصلصة حبايبي، ونبدأ بقى نسمي بسم الله. نحط كده الجزر الاول. الجزر ده بيدي طعم كده مسكر وجميل جدا، جربوه وهيعجبكم. تمام كده. الحشو ده على حسب حريتكم برضو، اي حاجة انتوا حابينها ممكن تحطوها. احط شوية جبنة كده موتزاريلا من تحت قبل ما احط اي حشو من الفوق، تديها طعم جميل وبتشد معاكي. وملحوظة بقى يا حبايبي، لازم الجبنة الموتزاريلا تبقى طالعة من الفريزر وفكة علشان تشد معاكي وتبقى طعمها جميل جدا. لو متلجة مش هتعمل معاكي اي شيء. نحط الطماطم. طبعا التزويق ده زي ما قلت لكم، اي حاجه عندكم في البيت انتوا حابين تعملوا بيها انتوا ممكن تعملوا بيها. طبعا البيتزا دي حاجات كتير ممكن يعني تعملوها بالخضار بس. لو عندك ورك فرخه انت ممكن تقطعيه وتعمليه. مفيش حاجه خالص. بحط جبنه رومي وجبنه شيدر برضو بتدي طعم جميل جدا. طبعا يعني السجق السوسيس ده برضو تحفه جدا. اي حاجه انا بحب ان انا اعمل حاجه الاولاد يبقوا حابينها كده وعاجباهم، تبقى في نفس الوقت على قد الايد. صدقوني ومش مكلفه، وجربوها زي ما انا ما عملتها بالظبط. وزي ما قلت لكم لو مفيش لبن هنعجنها كده. بقى نحط الفراخ يا حبايبي. طبعا انا ما بحطش يعني كتير حاجه، بس تدي طعم كده وهتبقى زي الفل ان شاء الله. بصوا كده كده تمام ماشي. نحط بقى مع بعض هنا شوية زيتون كده، اخضر بقى على اسود كده يدوا طعم جميل. تمام. طبعا برضو اللي مش حابب الزيتون عادي، اي حاجة انتوا حابينها تحطوها، مش حابينها مفيش مشكلة لما تتشال. جبنا بقى موتزاريلا، نسمي بسم الله. نحطها كده بشكل كده جميل كده. في جبنة ميكسي بقى بتبقى جبنة شيدر مع جبنة موتزاريلا، بس انا بحب الموتزاريلا تبقى سادة لان هي احلى بكتير من الجبنة الميكسي. دي بتدي طعم كويس وبتشد بقى وتبقى جميلة جدا. يعني اهم حاجة ان احنا نبسط الاولاد ونفرح الاولاد. زي ما قلت لكم حبايبي، لو الفيديو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك عشان نفضل مع بعض ونعمل حاجات على قد الايد كده. تمام. طبعا الجبنة الموتزاريلا على حسب ما انتوا بتحبوا كتير او قليل. انا عن نفسي بحبها كده وسط. تمام. حطها بقى في الفرن كده. بقى حبايبي حطيناها في الفرن، هنسيبها لمدة 10 دقايق بس كده على درجة حرارة 180. ماشي يا حبايبي. وبعد 10 دقايق بالظبط هتطلع مستوية وزي الفل كده. بقى يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن وده الشكل النهائي بتاعها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك عشان نفضل مع بعض في حاجات حلوة على قد الايد. والسلام عليكم ورحمة الله.